ليه هو عصام معروف حابب تقول يا عصام احنا معاش حاجه بس هو انت هنا يعني هو بعد الاول كان تصريحات حد بيروح بعد تصريحات محمد رأيناك هنا في سرعه البرق في السيده زينب، حابب تقول له ايه؟ حابب اقول له ان انت يا محمد ما بيتمرش في حاجه. لا 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 يا عم حسام غير كده مش لا والناس نفسها سوا على الطلاق بالثلاثه بص. لا طبعا انتوا الاثنين حق الرد ليكم انتوا الطرفين يعني. يا عم اقول لك على حاجه، شغل الكاميرا يا باشا ولا تزعل نفسك، اقعد يا باشا وكل يا باشا. احنا بنسمع الطرفين، احنا بنسمع الطرفين يا محمد. الحمد لله انا معروف محمد، احنا بنسمع الطرفين. رايح فين؟ اسمع كلامي، انا راجل معروف الحمد لله. انت لو مشيت اي قناه يتصل بيا انا معايا التليفون. انت لو مشيت هتضيع موقفك. انت لو مشيت من هنا هتضيع موقفك. اقعد يا محمد. يا عم بقى اوعى تسافر، مفيش حد يا باشا خيره عليا. طب يا محمد اتفضل، عايز تقول ايه يا محمد؟ يا محمد على النبي ومن الله بوصلك ومن الله قبل ما ولا حط اي لقمه. لا المعلم اصلا خيره عليا. هي جلسه الصلح يا محمد. يا جماعه هو كده. طب عايز تقول ايه يا حاج عصام؟ عايز اقول بحق النعمه دي بحق النعمه دي بقيت عم عصام نلم. عم عصام احنا بنسعى انها تكون جلسه صلح، يعني بنسعى تكون جلسه صلح بينك وبين محمد عامر النظام. ولاد الرفاعي بيحبوا عامر النظافه وبرضه بيحبوا عصام شعبان. ابويا متربي هنا. بقول لك ايه، فيلم فلاحي فيلم عايزين نحل. احنا عايزين نحل يا بوجي. هو فين طيب؟ يبدو ان محمد سابنا ومشي يعني. نجيب محمد بس. خلاص هو ابيض عمك عصام ابيض. عمك عصام ابيض. عمك عصام ابيض. لا استغفر الله ربنا يخليك. لا يا عم، لا يا عم، ابوك كان حبيبي ومتصور معاه ابوه متصور معاه جوه كتاب الله. خلاص الموضوع كده. احمد يا مجدي، الموضوع خلص، بس احنا مش لاقيين الطرف الثاني. احنا بنامل يكون الطرف الثاني موجود. محمد عامل النظافه. الموضوع دلوقتي مش اكتر من قعده الصلح يا جماعه. احنا هناكل دلوقتي عيش وملح مع بعضينا عشان خاطر يبقى الموضوع قعده الصلح. هات يا احمد محمد عادل. بس انا مندهش من حاجه واحده، يعني مدى السرعه اللي فيها الحاج عصام يعني تقريبا كان بيسمعنا من الشارع، كان بيسمعنا من السيده. انت جيت ازاي يعني بالسرعه دي؟ انا كنت دايما مركبات عشان جنبك. نزلت عليها. اصل احنا بس بنقول ده عشان ما حدش يقول انها مجرد تمثيليه او مجرد اتفاق. انت جيت بمنتهى السرعه يعني. انا سايب عليك كلمه اللي هو بيقول لك انت بتقول له انت كنت عنده في المكتب قبل ما يجي. احنا وجهنا له ده. انا كنت عنده عشان واحد عاوزه وانا قلت له تعالى. بص الذكاء ازاي يقول كده؟ ازاي؟ بس برضه يعني يبدو ان محمد فهم موقع بصراحه غلط. احنا بنامل في الصلح، ودي حاجه انا بوجهها لمدير اعمالها وهو قاعد معانا دلوقتي. يعني يبدو ان محمد زعل او فهم كلامنا غلط. قلت لك دلوقتي ولا ايه؟ احنا هنا بنامل في الصلح يعني يا استاذ عمرو. محمد سابنا ومشي. لا محمد يصدق ويتأمر على الطلاق بالثلاثه. ده مدير اعماله، لو هو قال لك كده يبقى كذاب. ده راجل محترم ومشهور ومعروف. طبعا بنكن له كل الاحترام والتقدير. بيخش يضرب اكل وحاجات. لا مش هيرضى انه يبقى مدير اعمال. ده قليل الاصل. ده قليل الاصل. تعمل معاه معروف. على ده واحد كان بيربي كلب كان تمر. طيب احنا حابين نسمع حقائق اخرى خاصه بمحمد. انت قلت كده قبل بس مباشر انت ما عندكش شقه وما عندكش عربيه والتليفون مش تليفونك. لا التليفون انا اللي جايبه له. ده بقى اللي انا ما كنتش عايز اقوله. انت اللي جايبه له. وحياة النعمه دي. عايز تاني هو احنا هات لي بقى هاتولي. لا هات له تسيبه يطلع. هننزل جنبك. متر
خليه بقى يسمع الكلمه دي. اقول لك على حاجه، عارف الاستاذ بلال صبري دفع 1000 ونص وانا دفعت 500 جنيه. حسن ولا معترض؟ حسن. بص هو عيل اهو، ده ابن انا، ده ابنك. ده كان جاهد وانا بجيب التليفون من المرج بالليل. جبنا التليفون الساعة 3 بالليل من المرج وقام عادي وعم بلال هو اللي مديله الفلوس وابويا مزود عليه. يعني انا طبعا بعتذر لك يا بوجي، انت هنا كنت بتسعى لجلسه صلح بينهم هما الاثنين، ولكن محمد يعني سابنا كده ومشي، خصوصا ان انت اللي بتنظم ده، انت اللي بتدخل محمد هنا السيده زينب يعني. محمد هنا جاي يوقع على دماغنا وده طبعا كيمو وكومو. انا حاجه يا عم عصام انت كده عشان ناكل مع بعض. كنا عايزين نعمل قعده الصلح دي بس عشان نحل الدنيا. ده قلب ابيض وده قلب ابيض. والله يا عم عصام ده بس برضه يا حاج، بس برضه يا عم عصام، برضه يا عم عصام انا عايز اقول لك ان هنا محمد اتضايق من موقف. عشان انا ابن عمك تعبان حنين. الثاني قلب ابيض عشان بتاع نظافه. بقول لك ايه، قلب نضيف، قلب نضيف عشان هو نضيف. جه عمل عيد ميلاده هنا. انا عايز اعرف حاجه، طب انتوا بتحبوا مين اكتر؟ شفناكم مع محمد يعني رفعتوه على اعناقكم بتحبوه، وعلى الجانب الاخر برضه رحبتوا بالحاج عصام. انا حاجه وده حاجه. الراجل ده ابوه الله يرحمه مصر كلها بتحبه. ابن نجم عم محمد طلع ترند بتاع ربنا. ده حاجه وده حاجه. ده ابوه مطرب وهو مطرب. شوف انت لما كنت عند عمريه السيدي كان في ناس عامله ازاي؟ كلها بتقابلني ازاي؟ والتاني دي ومحمد دي كانت تيجي كدبني على عملته معايا. مين اللي بيكدبني؟ كنا بنقول يا عم عصام ان في موقف يبدو ان هو ضايق محمد لما دخل الاستوديو وانت ما وقفتش، كان بيأمل يعني ان الحاج عصام يقف زي ما المذيع وقف، وكمان شبيه عمرو دياب وقف له. ايوه هم وقفوا. انا اما اكون واقف، ايه السر بقى؟ ايه السبب انك ما تقفش يعني زي ما كل وقف؟ تنسى بالمحل ده، اما كنت تنسى بالمحل وداخل عندك واحد من اللي شغالين تقوم تقف ولا لما يكون جاي لك زبون؟ لا لما يكون جالك زبون. يعني انا ما ينفعش اقف لمحمد عشان يعتبر محمد الصبي بتاعي. راجل من رجالته. وبعدين ده ابن الراجل. هو الموضوع معمول ان شاء الله، وفي قعده صلح تاني هنعملها لا في المكتب لا في السيده. اكيد اكيد ما يبص فيك يمين وشمال والحاج على محمد مش اقول لك على حاجه بقى، والصلاه عندنا احنا مش عارفين نصدق مين، مش عارفين نصدق مين يا استاذ عمرو. بيقول ما عندوش شقه، وانت بتقول عنده شقه. عم عصام صادق عشان ما شافش العينين، لكن اللي شافها هو اللي بيقول. عم عصام الناس شافت. يعني شقه المريوطيه هي مش شقه ملك لشخص اسمه حيدر. احنا حابين نعرف منك المعلومات دي. يعني هي بتاعت انا ما شفتش بتاعت مين، بس انا متاكد ان الشقه دي بتاعت عم حيدر. لا مش وده اللي بقول لك انا مدير اعمال ومتاكد من الشقه، وانا باكل معاه عيش وملح. بقول لك تكون مراتي طارق بيت ثلاثه، محمد ما عندوش شقه ولا اشترى شقه ولا خد شقه. محمد هيقعد يلاقي الناس وخلاص. الناس يا محمد ده ما بيغيرش القميص. الله عليك الله عليك. بقول لك ايه رايك؟ على فكره انت واحد من الناس اللي شيرته، يعني انا فاكر انت واحد من الناس اللي شيرت محمد. يعني انا مستغرب. هو الواد هو بص انا عايز اقول لك على حاجه. هو شعبان. بص انا عايز محمد غلبان، بس انا خايف اللي هو بيحصل معاه ده يخلي الشيطان يلعب بيه ويتعبه زي ما اتعود كده. بنسى كل الحاجات. ده اللي حصل كمان كان على قدك انت يا فنان. يعني انت نفسك ما كنتش مزوع لما بتقول له طب قول لي هو مفيد فوزي ده يعني عزائي الراحل مفيد فوزي طبعا. هو عنده انفصام لازم الحكومه والعباسيه. انت حسيت ان محمد بيعاني من انفصام يعني؟ المفروض مستشفى العباسيه رساله لمستشفى العباسيه يلحقوا محمد عشان ممكن يتطور ان هو يعمل جرائم اكبر من كده. طب انا عايز اقول لك على حاجه بقى يا عم عصام، بمناسبه اللي انت عند الرفاعي، ايه رايك في الشباب والكفته والزبده بتاعته؟ بص بقى شعبان عبد الرحيم الله يرحمه عمل عيد ميلاده هنا. ماشي. هو الشيخ محمد رفاعي وقف جنبه. سيبك من ده. اسمع بقى ملخص الكلام اهو. ده الرفاعي تلاقيه في مصر اللي عند الرفاعي. الرفاعي ده مش هتلاقي ده في اي حته غير عند الرفاعي بس. رفاعي واحد بس. واحد بس، واللي ما كانش عند الرفاعي ما يعرفش عن الشباب والكفته حاجه في مصر.
بحب الرفاعي وبحب كفتته. انا بحب الرفاعي وبحب كفتته. وكل الناس بحالها السيدة حبته. طب ايه؟ وبحب كفتته. شفت اللقطة دي يا الناس بحالها. ايوه والنعمة حبته. قول يا عم عصام. بس انت بتاع بص خلاص دي بتاعت الحاج. هيجي الاكل يا جماعه بتوع الرفاعي يا بوجي. قول لهم الناس شغال بقى بتضم بقى الترابيزه بقى شويه يلا. ماشي حد تاني جاي؟ يا فنان في حد جاي؟ في حد جاي؟ طب يلا بقى اقعدوا بقى. بص يا باشا بعد اذنك بس انا ممكن في 5 يا باشا طبعا في مع لون. احترامي للنجم والفنان اللي موجود يا جماعه انتوا خليتوا محمد الموضوع بقى اثبتوا كلام الرسول عليه الصلاه والسلام ان احنا في زمن الرويبده. احنا خلاص احنا كفايه ترند ركبتوه. كفايه بعد اذنك يا عم علي لو سمحت. فكفايه بعد اذنكم كده محمد. انا بكتب انت بتشوف مين اللي بيكون ليه دور في ده؟ الايه؟ مين اللي كان بيكون ليه دور في صعود محمد؟ المشكله في اه وفي زمايل حضرتك وزمايل انا كمان. لا بس الصحافه دور ايه؟ احنا بنقصد الواقع. كفايه واحد بيهاجم طبيعي، احنا كصحافه لديها مصداقيه ولديها وضوح بننصر. حقه بزياده، احنا ادينا له حقه بزياده. انا شايفه هو داخل بيتكلم حضرتك بيقول يا عم. ما ينفعش يقول لحضرتك يا عم. مع احترامي طبعا انت اولادي. ما ينفعش يقول لك يا عم. كفايه على محمد كده. احنا بجد في زمن الرويبده. يلا يا بابا. انا اسف ان انا بس النجم ابن النجم انا اتشرفت ان انا اتكلمت قدام حضرتك. شكرا. اهم حاجه بس يا عم عصام ما تزعلش مننا، يعني احنا كنا هنا شفنا محمد بيتكلم حابين يعني برضو كده نسرد الواقع مش اكتر. الناس كلها بتقول انت ما بتمرش فيك حاجه يا محمد. اللي انت بتعمله اللي سامع عمله هان كله من اول مش عايز اقول كلام. انا ما اعملش، ما ينفعش اكون بعمل حاجه لله واقول عليها عيب. ايوه خدوا بالكم يا جماعه. عصام خش بوس رحب بيه الشخصيات المحترمه. الموضوع دلوقتي هو بس هو اللي بتاع لحظتها. الراجل ده بعد 5 دقايق مين اللي بيقول يا عم انت اخويا يا غير عايز تخش عليه. هو بيقول لك انا عايز رجالتي خد بقى كلمتين من بوجي. النجم بيحبه. خش عليه. والله العظيم بيحبه. هو محمد بيشكر فيه. محمد هو قاعد معاه. انا طبعا بحكم ان انا سجلت كتير مع عم عصام قلب ابيض وان شاء الله احنا موقع بصراحه ده اخويا احنا الكبير، عايز اول يسلم عليه. ناس بنرعى جلسه الصلح دي ان شاء الله. يعني جلسه صلح قادمه بين يعني محمد عامر النظافه وعم عصام. قول لنا بقى كده يعني في اوجال اهم الاعمال الجايه، وهل كده محمد بعد اللقطه دي هيكون مشارك فيها ولا ايه الدنيا؟ انت قمت وقعدت ليه؟ ايه اللي حصل؟ كنت برد على التليفون بسلم على اخوك. يكفي ان انت وقفت معاه برضك ومصر كلها عرفت أيوة. ان انت برنس. هو بقى وانت معروف تاريخك. انت معروف تاريخك ايه يا عم عصام؟ خليني اطلع اللي جوايا ليه؟ وانا ما بقولش عليا يعني انا بعمل حاجه يجي هو يستفزني. لا ما ينفعش ما ينفعش. يعني هو عاوزني اول ما يخش عليا في البرنامج اول ما تشوفه اقوم. لا ما ينفعش. هو اللي يقوم. هو اللي يقوم مش قول لي انت. لما كنت صاحب المحل ده مش انت اللي صاحب المحل؟ طبعا. اللي شغال عندك بيعمل سلطه ينفع اول ما انت تخش لا، طب انت- لازم يقف. اول ما انت تكون قاعد وهو يخش انت تقوم شرف. طب انت استغربت من موقف المذيع؟ موقف المذيع اللي وقف انت استغربته؟ محترم وراجل قديم. انا واحد من الناس استغربته برضه قام يعني. ليه؟ قام ليه؟ يعني هو قام ليه هو؟ ده ما بتحصلش في طبق اليوم ده. وعلى الجانب الاخر يعني مصطفى شبيه عمرو دياب لما قام وقف، المشهد ده برضه يعني اثار دهشتك. انا والله بعتذر، انا عايزك تاكل وفي نفس الوقت يعني الناس حابه تعرف اكتر.